العيط البيت كركر النهاردة عيد الأم. كل عام وكل أمي بخير، وكل عام وانتوا طيبين ومزقططين وبصحة وسلامة، وكل عام وانا بخير برضك عشان انا أم يعني وكده. المهم ما اتصل اقول لها يا اختي، وما كنتش انا اتصل اقول لها ما تعبرنيش ولا تسأل فيا الوقت دي، اما اتصل وهزقها وازغدها بكلمتين وعايزين اقول لها كل عام وانت طيبة. الو، ازيك يا واد؟ عامل ايه حبيب خالتك؟ عامل ايه؟ وانت طيب وبخير؟ ما انت ما انش عليك يا واتش تتصل تقول لي خالتك كل عام وانت بخير، مستني لما انا اتصل بامك ترد عليا. امك مش موجودة، نزلت تجيب طلبات. عشان كده رديك كمان قولي لي الاصل واتش. يلا ما جراش حاجة، انت عامل ايه؟ حشتني يا ولا، ان شاء الله تكون بخير. عامل ايه في العمل؟ يلا عقبال ما نسمع عنك سما خير يا ابني. شنو تخطب يا ود وتفرحنا بيك؟ اوعى يا ود تخطب اي حد كده ولا كده. تختار نقوت انا ليه؟ يعني تختار واحدة زي خالتك. انا اديك النصيحة المفيدة اللي تنفعك، انا لك اللي تعمر معاك واللي تعيش العمر كله اخويا. اديك النصيحة الوقت عشان لما تيجي تختار هقولك، ما اقولكش ليه. بص، ما تختارش البت اللي تلاقيها ضعيفة كده وكاتشينة في نفسها، ما تعرفش ترد، ما تعرفش تتكلم. ليه؟ ما دي حلوة في واضحة في صديقك؟ لا مش حلوة ولا حاجة. يوم ما هتضايقها بكلمة هتروح ما بتعرفش ترد بقى، وعبيطة وهبلة، هتعيط وتروح لأهلها تعيط لهم دموع التماسيح والضعف والسهوك. هتبص تلاقي أبوها وأخواتها جم مسكوك رنوك علقة، وامها جت هللت لك في وسط البيت وفضحتك وسط الجيران وسمعوا بيك الدنيا كلها، وتتزف زفه مليها اول من اخر في منطقتك ان اهل مراتك ضربوك يا خايب. تتجوز البيتش اللي زخلتك بومبا كده، تكون قوية شي ضعفية جامدة. لا يا وجه حلوة جدا. اقول لك انا دي بقى تلاقيها دايما في ظهرك كده زي الاسد تسجي وراك في كل حاجه، تحس ان وراك جيش بحاله مش ست. ولو زعلتها ولا اي شيء يا اخوي، لو زعلتها هي بتعرف تجيب حقها بايديها، تروح هي ماسكاك عجنك وعجاك ورنك العلقه التمام بينك وبينها في وسط الشقة، لا من شاف ولا من جري ولا حد يحس بيك، وانت طبعا مش هتصرخ، تتلكم وانت ساكت. تيجي بقى تاني يوم الصبح تصبح تلبس وتنزل تروح شغلك زي الأسد، ورافع راسك كده باشا. ولا جيرانك ولا دريوا بيك ولا سمعوا عنك حاجة ولا عرفوا انك لسه مرنون على ولا اي شيء، وتبقى ماشي رافع راسك كده وسط الحته بتاعتك. امال ايه؟ دي الست الشديده العافيه. طب وانت تتضرب ليه اصلا؟ طب وانت تغلط ليه من الاول وانت ما تزعلهاش؟ لا شديده ولا ضعيفه بقى، ما احنا مش عارفين انت كده بختك هيقع في انهي واحده فيهم. شكلك اهبل مش هتعرف تنقي. ما انت ما تزعلهاش بقى من الاخر كده. يبقى انت هقول لك خليك انت في الحياد، في النص مهذب. هتبين بقى بعد كده في المعاملة هتلاقي تزعق ولا حاجة. انت بقى هتعرف دي بقى قوية، انت هتعرف بقى دي ضعيفة. تروح انت مديها كلمة لقيتها ردت عليك ولسانها مترين بره، اعرف بقى دي اللي هترنك العلقة. لقيتها قعدت تتبكبك وتعيط، اعرف بقى دي اللي هتروح تجيب لك الله يرنوك العلقة. اقول لك ما تتجوزش، خليك سنفل يعني بطولك، اسمع سنكل، خليك سنكل. يا اما تتلم بقى، ما فيها الا وانت تلميت برضك، وانت لازم تزعلها بنت الناس الحلوه الطيبه. الحاجات بتعمل صوت. انا بعمل كده مع عمك يا انسون، امال ايه؟
يستقرضني. رنوا العلقة التمام وينزل بقى متفرعن قدام الناس بقى، الفرعون الكبير الصغير الطويل القصير قدام الناس بقى. تلاقي نفش صدره كده ومشي رافع راسه فوق، وهو جسمه جوه مزرع كل زرعان قد كده. تبقى العلقة ما حدش قال له زعلني يغلط فيا ليه؟ هو يعني عنده ايد وانا ما عنديش؟ عنده لسان يعني وانا لساني كلتها القطط؟ امال ايه؟ احترم تحترم، اتهذب تتهذب، خليك مهذب يعني تلاقي اللي قدامك مهذب. هي الحياة لازم تمشي كده. يا حبيبي اتخلقت زي ما انا اتخلقت. انا طلعت من ضلعك شاطر يا اخويا وحافظ الكلمتين، بس مش فاهم. طلعت من ضلعك يعني تكون رحيم بيا، تاخدني تحت باطك تحت ضلعك اللي انا طلعت منه، لكن هتستقوى عليا ربنا اداني زي ما اداك. اروح انا كمان مديك عادي. ايوه امال ايه؟ احنا نفضل عايشين في القرح والقرف لحد امتى؟ ويفضلوا يضايقونا ويبكتوا فينا ونغزوا فينا ويضربونا واحنا نتهان ونسكت ليه؟ شفتي بقى اديتك نصايح حلوه ازاي؟ يبقى ما تشكي هتخطب هتقولي وانا جاي اشوفها نديها النظره التمام، اعرف البيتش دي ميتي، وهقول لك ساعتها برضو بكلمه حقي ما تقلقش لو هي دي اللي هترنك العلقه ولا اللي هتجيب لك لا يرنك العلقه. يلا اخويا لما امك تيجي مسي وسلم عليها وقول لها خالتي اتصلت تقولي كل يا عم بمناسبة عيد الام. يلا سلام حبيب خالتك، سلام حبيبي.